نبقى في الجانب التربوي لكن مع حكايات التفوق، إذ تحصل الأستاذ وليد الشعافي أستاذ بالمدرسة الإعدادية الامتياز بميم دنين تحصل على الجائزة الأولى للمدرسين المجددين لهذه السنة. وللإشارة فمسابقة المدرسين المجددين من تنظيم وزارة التربية وميكروسوفت. Eat well be well، أي العقل السليم في الجسم السليم، هو عنوان المشروع الذي نال جائزة أفضل المدرسين المجددين لسنة 14 و2000 تحصل عليه الأستاذ وليد الشعافي بالمدرسة الإعدادية الامتياز بمدنين. المشروع كان على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي المشاركة وتنظيم مسابقة الميد دايت، يعني الأكلة المتوسطية، كانت في أواخر أكتوبر. شاركنا فيها، كانت معناها تهم الأكلات التقليدية وتحسيس التلامذة على الأكل السليم وما تبعه. المرحلة الثانية كانت الأنشطة اللي عملناها من تمارين ومعناها إصدار بروشير، يعني معلقات وموقع ويب وما شابه ذلك. والمرحلة الأخيرة كانت معرض عملنا في المكتبة لنا في المدرسة الإعدادية، حضروا تلامذة وسادة، وكانت معناها ختام للعمل الكل. المشروع يأتي في إطار التجديد البيداغوجي في ميدان التعليم والتعلم في تونس، تنظمه وزارة التربية بالتعاون مع مايكروسوفت. هذا البرنامج له تأثير في اكتساب مهارات جديدة تنمي قدرة التلميذ وتشارك الإطار التربوي في مزيد انفتاحه على طرق جديدة في التعليم. بالنسبة للجائزة هذه اللي تحصل عليها السيد والزميل وليد الشعافي، تعتبر جائزة مهمة جدا، ترفع من معنويات الزملاء الكل والأسرة التربوية الكل، بحيث أن الزملاء يزدادوا إن شاء الله نشاط على نشاطهم. وبالمناسبة نحييهم بهالمناسبة هذه وباختتام السنة الدراسية على أحسن الأحوال. عمل الأستاذ وليد الشعافي لأشهر مع تلاميذه توج في الأخير بحصوله على المرتبة الأولى، مرتبة ستنضاف إلى سجل التعليم في تونس.